من هو إل جراندي توتو؟ اسمه الحقيقي تاها فاسي. ولد الثالث من أغسطس عام 1996 في مدينة كاسابلانكا المغرب. اسمه الفني إل جراندي توتو أو إي جي تي أو توتو. نشأ في حي بنجدية الشعبي بمدينة الدار البيضاء، وهذا أثر كبير في شخصيته وفنه. المسيرة الفنية بدأ يمارس الراب جدياً حوالي سنة 2016. أول ألبوم كامل له هو كاميليون 2021. ألبومه الثاني يدعى 27 وصدر في 2023. يعتبر من أكثر الفنانين استماعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحقق انتشاراً كبيراً خارج المغرب. الأسلوب والمضمون: يغني بلغات متعددة، الدارجة المغربية، الفرنسية، الإنجليزية أحياناً. يمزج بين الراب والموسيقى الحضارية، يتناول موضوعات الشارع، الحياة اليومية، الطموح والهوية. شخصيته مستوحاة من البيئة الشعبية التي نشأ فيها، وهذا يعطي مصداقية كبيرة لفنه. إنجازاته وتأثيره: أصبح من أكثر الفنانين استماعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مينا أعماله تعاون فيها مع فنانين دوليين، وحقق انتشاراً خارج المغرب. أثره يتعدى الموسيقى، أصبح رمزاً للشباب المغربي والعربي الذي يرى نفسه يعبر عن واقعه. في صغره مارس الرقص، خاصة الكرامب، قبل التوجه الكامل نحو الراب. عمل لفترة ضمن وظائف بسيطة مثل خدمة العملاء، تيليكونسيلير، في شركات مثل SFR و EDF. فقد والدته سنة 2020، وهذا الحدث ترك أثر كبير عليه، وأصدر أغنية تكريمية لها بعنوان مجاير. هو من جمهور نادي وايداد AC لكرة القدم. عندما كان صغيراً، كانت خالته في فرنسا ترسل له أسطوانات رابر فرنسي، مما ساعده يتعلم الراب والرزانة في الكتابة.